النوم يتحول للجاسوس. الجاسوم لما النوم يتحول لكابوس حقيقي. تخيل معايا ان انت نايم وفجأة تحس ان في حاجة كاتمة على نفسك. لا، مش عشان الشغل اللي عندك الصبح، انت بتحس ان في حاجة كاتمة على نفسك بالمعنى الحرفي. تصحى تفتح عينك فعلا بس جسمك مش بيتحرك، بتحاول ترفع ايدك بس مش قادر، عايز تتكلم بس مش طالع صوت، كأن في حد قاعد على صدرك. اللي حصل ده مش فيلم رعب، اللي حصل ده اسمه الجاسوم. طبعا عايز تعرف يعني ايه جاسوم؟ تعالى معايا. الجاسوم او شلل النوم هي حاله بتحصل بين النوم والصحيان. المخ بيكون صاحي لكن جسمك قال لك لا 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 انا مريح حبتين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الاقي نفسي مش قادر اتحرك، وممكن كمان احس بحاجات غريبه زي مثلا ان في حد في الاوضه او في حد ضاغط على جسمي كله. بصراحه مفيش حاجه مرعبه غير انك تكون عايز تتحرك بس مش قادر. طب ليه ده بيحصل؟ العلم بيقول ان السبب ده انك بتكون داخل مرحله نوم عميقه ومخك بيقرر يصحى فجأة. جسمك بيقول لك في ايه يا عم؟ وفي حد يخض حد كده؟ مش هقوم انا دلوقتي. سيبوني 5 هنا. بس لو سألت جدتي هتقول لك ده جن قاعد على صدرك وعايز يأذيك. لما دورت لقيت ان في ناس متفقة مع جدتي بتقول ان الجاسوم ده جن بيبقى قاعد على صدرك يمنعك من الحركة. طب ازاي كل الناس بتحس ان هي فعلا شافت حاجة قدامها؟ دي بقى الحاجة اللي بتخوف الناس. بصراحة كده بتخوفنا انا كمان، مش الناس بس. نسبة كبيرة قوي من اللي عاشوا تجربة الجاسوم دي بيقولوا ان هم بيحسوا ان فعلا في حد في الأوضة معاهم. اخرهم سيد صاحبي والله العظيم قال لي ان هو اترعب من الجاسوم. في ناس قالت انها شافت حاجه كبيره قوي قدامها او زي ظل اسود، وناس تانية سمعت صوت حد بيناديها، وناس تانية شافت او حست ان حد قاعد على صدرها. بس الحاجه اللي محدش اختلف عليها انك انت بتكون مشلول، مش قادر تتحرك، صوتك مش طالع. الموضوع ده بيحصل بسبب حاجه اسمها الهلوسه التنويميه. يعني عقلك بيحاول يفسر انت ليه مش قادر تتحرك فمش بيلاقي مبرر، فيبدا يخلق اسباب مش موجوده علشان يلاقي سبب وخلاص. يعني من الاخر عقلك عايز ياخدك على قد عقلك عشان ما يقولكش انا مش عارف ده ايه، انا اتجننت. فعشان عقلك شكله ما يطلعش وحش قدامك بيصور لك اي حاجه ويقول لك هو ده السبب. خد بالك هو ده اللي عامل فينا الرعب ده كله. طب الحل ايه؟ الحمد لله الجاسوم ده مش حاجه خطيره. يعني كل الفيلم ده بيكون في كام دقيقه، لكن انت بتحس ان هم عدوا عليك ساعات من كتر ما انت بتكون مرعوب ومش فاهم ايه اللي بيحصل. عموما اديك عرفت التفسير بتاعه، فلو ده حصل لك حاول تفتكر ان دي حاجه طبيعيه وانك كمان شويه وهتفوق. بس تعال اقول لك شويه حاجات تخليك تتجنب موضوع الجاسوم ده نهائي. النوم في مواعيد منتظمه، قلل من التوتر قبل النوم، شربش كافيين قبل ما تنام. ولو عملت كل ده وبرضه حصل ما تحاولش تقاوم، بس حاول تحرك صوابع ايدك او رجلك، ده ممكن يساعدك تفوق اسرع. الجاسوم ممكن يكون مرعب بس هو مش اكتر من عقلك بيخرف شويه وهو نايم. انا عن نفسي لما حصل معايا كده كنت بفكر في اي طريقه افوق بيها نفسي، بس كل اللي قدرت اعمله وقتها ان اغمض عيني وادعي يا رب ده يطلع حلم، يا رب ده يطلع حلم. طب قولوا لي، هل حصل لكم موضوع الجاسوم ده قبل كده؟ وهل فعلا حسيتوا ان في كائن غريب في الاوضه؟ تفتكروا اصلا كلهم بنتخيلهم بنفس الشكل؟